اكبر خدعه عن النجاح في اليوتيوب هو الاستمراريه، لان دايما مفهوم الاستمراريه ده بيكون ناقص. تخيل معايا واحد كده بيبيع مناديل في الاشارات، وقرر انه يروح يبيع المناديل في حته مقطوعه او شارع فاضي، وقال لك بس انا هستمر عشان انجح. تخيل النتيجه النهائيه هتكون ايه؟ هل هيبيع؟ طبعا لا. وده اللي بيحصل مع ناس كتير على اليوتيوب، بتكون بتقدم محتوى مفيش ناس عايزه تتفرج عليه اصلا، او ممكن يكون بيقدمه بطريقه بتخلي الناس تهرب منه. فالمشكله مش انك تستمر، المشكله انك بتستمر بنفس الطريقه الغلط وفي نفس المكان الغلط. في مقوله بتقول ان من الغباء انك تعمل نفس الحاجه بنفس الطريقه كذا مره وتتوقع نتائج مختلفه. خليني ابسطها لك بثلاث امثله. في ناس بتعمل محتوى الناس مش عايزه تتفرج عليه اصلا. في اوقات كتيره بتكون قاعد مع نفسك سرحان وتيجي على بالك فكره وتقول بس هي دي الفكره اللي هتنفع معايا، والفكره دي مفيش حد عملها قبل مني خالص. وطبعا دي في اوقات كتيره بتكون حاجه كويسه انك تقدم حاجه مفيش حد قبل منك قدمها خالص، لكن في نفس الوقت لازم تعترف ان في بعض الافكار اللي ممكن حضرتك تعملها بس بالفعل الناس مش عايزه تتفرج عليها. فلو حضرتك مستمر لفتره زمنيه طويله يبقى دلوقتي انت فاهم الاستمراريه غلط. مش عيب خالص انك تعترف ان المحتوى اللي انت بتقدمه ممكن يكون اصلا مش مطلوب، ومهما استمريت فيه فمفيش نجاح في الاخر. المثال التاني، محتوى مطلوب بالفعل لكن طريقه التقديم هي اللي ضعيفه. يعني بتعمل عنوان ممل، صوره مصغره ما بتشدش، العشر ثواني اللي في اول الفيديو ما بتقدرش تقنع المشاهد انه يكمل باقي الفيديو. فهنا برضه لو انت استمريت بنفس الطريقه النتيجه في الاخر مش هتتغير. المثال الثالث، محتوى كويس قوي لكن بيوصل للناس الغلط. دايما معظمنا بيبقى عايز يعرف ازاي يخلي الخوارزميات توصل الفيديوهات بتاعته للجمهور اللي فعلا مهتم بالمحتوى ده. لكن قبل ما ندور على حاجه زي دي لازم نسال نفسنا سؤال: هل احنا فعلا محددين وعارفين الجمهور اللي احنا عاوزين نوصله المحتوى بتاعنا، ولا بنعمل فيديو وخلاص وننشره ونرجع نقول اليوتيوب مش قادر يوصل الفيديوهات بتاعتنا للجمهور الصح؟ فلازم قبل حضرتك اصلا ما تبدا تبقى عارف مين الجمهور بتاعك، انت متارجت مين اصلا بالمحتوى والفيديوهات بتاعتك. ده حتى الفئات العمريه اللي انت موجه لها المحتوى بتاعك لازم تبقى عارفها. ولازم تبقى عارف حاجه بقى عن موضوع الاستمراريه ده، ان اليوتيوب مش بيشاور على اللي بيتعب ويقول لك اهو اللي بيتعب اهو يلا ننجحه. اليوتيوب بيقرر على اساس ارقام. والله فيديو الناس ضغطت عليه وفضلت مكمله عليه شويه حلوين فيلا بينا نوسع انتشاره، انما فيديو تاني الناس اختارت انها ما تفتحوش او ما قدرتش انها تكمل عليه حتى لو دقيقه فيلا بينا برضه بس نركنه جنب اخواته. وهي دي طريقه عمل اليوتيوب. الحل بقى بشكل مبسط، بدل ما حضرتك تركز على انك تنزل فيديوهات باستمرار ركز على ثلاث حاجات. هل فعلا الموضوع اللي انت بتتكلم فيه بيهم الناس فعلا؟ الناس بتدور عليه بالفعل؟ هل العنوان والصوره المصغره اللي بتعملهم بيشدوا الناس؟ هل اول 10 ثواني في الفيديو بتقدر تقنع المشاهد انه يكمل معاك حتى لو لنص الفيديو؟ الثلاث حاجات دول لو انت عملتهم مظبوطين ساعتها الاستمراريه هتكون سلاح قوي في ايدك. ولازم تبقى عارف ان الاستمراريه مش هي طريق النجاح، هي مجرد بتكبر اللي انت بتعمله او بتبروزهولك. يعني لو اللي انت بتعمله صح هتكبر نجاحك، انما لو اللي انت بتعمله اساسه غلط فهي هتكبر فشلك. فلو انت دلوقتي مستمر بقالك فترة بس مش بتحقق نتائج، فبدل ما تقول لنفسك انا محتاج استمر اكتر واكتر، اسأل نفسك هو انا ببيع المناديل فين اصلا؟ اتمنى تكون وصلت. وبس كده، ما تنساش بقى اللايك والاشتراك وتدعمني بكومنت بسيط. سلام.